الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. نتكلم هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن أحد العلماء، أحد الشيوخ، أحد المحدثين الكبار، كم أحبه وأجل هذا الشيخ وأقدره كثيرا والله. كثيرا من السنن المهجورة تعلمت هذه السنة منه، جزاه الله عنا خير حيا وميتا ورحمه الله تعالى. هذا الشيخ سبحان الله العظيم تعرضت لكثير من الانتقادات والكلام من بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة، حتى اتهمت في طريق هذا الشيخ رحمه الله عز وجل بالإرجاء، لأنني أحب هذا الشيخ، ليس غلوا فيه ولا جفاء بحقه. الحمد لله نحن معتدلين، الحمد لله معتدلين بين الخوارج وأذنابهم من الغلاة وبين المرجئة الجفاة. هذا الشيخ حفظه الله، هذا الشيخ عفوا رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان، قلت تعرضت بسببه الاتهامات، لأني كنت أحبه كما قلت آنفا وأدافع عنه. حين يذكر بسوء أقوم والحمد لله رب العالمين أدافع عن هذا الشيخ، ألا وهو أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. هذا الشيخ الجليل تعلمت منه الكثير من الأمور الفقهية ولله الحمد، وما زلت لحد الآن أحبه وأستمع لكثير من الأشرطة المسموعة رحمة الله عليه. هذه كلمة في حق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. سبحان الله العظيم، كم انتقده من داعية ومن شيخ أعرفهم ابتلوا، سبحان الله العظيم. هؤلاء الشيوخ الذين انتقدوه الكثير منهم ابتلوا، سبحان الله العظيم، وافتتنوا في هذا الدين. نسأل الله الثبات لنا ولكم. وهنا سبحان الله العظيم من يقدر العلماء إلا العلماء أمثالهم، هم الذين يقدرون العلماء.